السلام عليكم، أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. خبر مفرح جدا جدا للأهلوية وللنادي الأهلي، وبإذن الله السبب ده والخبر ده هيكون هو السبب الرئيسي في صعود النادي الأهلي لدور 16 من بطولة كأس العالم للأندية. طبعا في مباراته الأخيرة، مباراة الجولة الأخيرة طبعا من دور المجموعات، النادي الأهلي المصري في مواجهة نادي بورتو البرتغالي. طيب السبب هو ايه يا جماعة؟ السبب ان اعلن مسؤول الإعلام في نادي بورتو البرتغالي عن إصابة الحارس الأساسي لنادي بورتو اللي هو ديجو كوستا يا جماعة، مصاب، اللي هو الحارس الأساسي لنادي بورتو قبل مباراة النادي الأهلي، ومن قبله كان مصاب طبعا الحارس البديل اللي هو صموئيل طبعا برتغال، اللي هو الحارس الثاني، الحارس البديل للحارس الأساسي اللي هو ديجو كوستا. النهارده طبعا هيستعينوا بلاعب من مواليد او بحارس مرمى من مواليد سنه 2006، يعني قسم الناشئين يا جماعه، اللي هيكون واقف في حراسه المرمى بتاعت مباراه الاهلي النهارده مع بورتو البرتغالي هو الحارس بتاع الناشئين اللي هو طبعا جونزالو او جونزاليس، طبعا ايا كان النطق بتاعه، جونزالو طبعا ريبيرو. وبالمفاجاه وبالصدفه ريبيرو ده طبعا اللي هو المدير الفني الاسباني حاليا للنادي الاهلي، يعني الراجل ده جايب لكم ابنه يا جماعه يقف في حراسه المرمى علشان يفوز النادي الاهلي. طبعا انا بهزر، مش ابنه ولا حاجه، دي تشابه اسماء. جونزالو ريبيرو هو هيكون حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي في مواجهه النادي الاهلي. طبعا حارس صغير جدا، اول يعتبر اختبار له من باب للنار زي ما بيقولوا كده، هيلعب في بطولة كأس العالم للأندية، مباراة غير مهمة بتاتا، غير مهمة بالمرة لنادي بورتو خلاص خرج من البطولة ايا كان نتيجة المباراة، حتى لو فاز عن النادي الاهلي لا قدر الله، لان هو كده عنده نقطة وحيدة. لو في حال الفوز طبعا هيبقى عنده 4 نقاط، ولكن هيتساوى مع انتر ميامي، عنده 4 نقاط. حتى لو خسر انتر ميامي هيفضل 4 و4، وهتكون الافضلية لانتر ميامي على حساب بورتو البرتغالي بالمواجهات المباشرة. لكن مهمة جدا للنادي الاهلي، النادي الاهلي لو كسب ان شاء الله مع البشريات ومع الخبر السار اللي قلت لحضراتكم دلوقتي ان هو الحارس البديل الحارس الناشئين هو اللي هيكون في حراسة المرمى، النادي الاهلي يقدر يسجل هدفين باذن الله. عايزين نسجل 3 اهداف كمان، علشان لو سجلنا 3 اهداف مش مستنيين غير خسارة نادي انتر ميامي من بالميراس باي نتيجة، 1-0 2-1 3-2، اي نتيجة في حالة ان احنا فزنا فوق الهدفين، يعني فزنا 3-0 مثلا وانتر ميامي خسر 1-0، احنا صاعدين مكان انتر ميامي، هيبقى عندنا 4 نقاط، انتر ميامي هيكون عندهم 4 نقاط، يتجمد رصيدهم، هنصعد احنا بفارق الاهداف، لان المواجهات المباشرة بيننا وبين انتر ميامي متعادلين في مباراة الافتتاح. باذن الله ده خبر صار وحاجه مبشره باذن الله للنادي الاهلي، ولكن الاهم ان احنا نستغل العوامل بتاعه المنافس في اضعف احواله، مع مشاركه الحارس طبعا بديل البديل اللي هو جونزالو ريبيرو. باذن الله هتكون الاجواء ميسره ومسهله للنادي الاهلي علشان يصعد الى دور ال16 من بطوله كاس العالم للانديه والدور المقبل. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، السلام عليكم.